طبعا حضرتك اتفقنا ان حضرتك اخترت على اساس الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هتروح تشوفها بقى اللي هي ايه الرؤيه الشرعيه. جميل قوي، حلو قوي. دخلنا بقى في الجد. الحمد لله رب العالمين، اخترت على اساس الدين، سالت على اسرتها، ناس افاضل، ناس متدينين ومحترمين جدا. سالت على الام وعلى الاب، لقيتهم ما شاء الله علاقتهم ما شاء الله جميله، الام بتحترم الاب والاب بيحترم الام، واولادهم متربين تربيه عاليه جدا ما شاء الله، ومن عيله ذات حسب ونسب. خلاص انا رايح علشان اشوف الاخت ديت. نصيحتي رقم واحد، بالله عليك اوعى تروح ايديك فاضيه، لان بيبقى الواحد منظره، سامحني يعني، هو الناس مش محتاجين حاجه بس بيبقى منظرنا وحش قوي لما تكون رايح تشوف اخت وانت داخل كده طرزان، يعني واخد بال حضرتك، داخل بتقول لهم انا جيت، يعني اهلا وسهلا بحضرتك، لكن حضرتك ما ينفعش تخش ايدك فاضيه، لازم تاخد لهم حاجتين، غذاء للبدن وغذاء للقلب. غذاء للبدن تخش وانت داخل مثلا على سبيل المثال تاخد معاك تورتايه، دستتين جاتوه، علبه بسبوسه او علبه حلويات مشكله، اي حاجه اللي ربنا ييسره لك على قد يعني ايه، على قد مقدرتك، مش هنكلفك حاجه اكتر من طاقتك. طيب الحاجه الثانيه غذاء القلب، ان انت وانت رايح يا حبذا لو عرفت مثلا عدد افراد الاسره كام، والله هي ما شاء الله الاب والام والبنت او الاخت اللي انا رايح اشوفها وليها اخين، يبقى كام؟ يبقى كلهم 5. خلاص خد معاك 5 مصاحف وخش كده وادي لهم المصاحف هديه، وقول لهم اتمنى والله ان انتوا تكرموني وتقراوا في هذه المصاحف. خد لهم كتاب عن الزواج، خد لهم كتاب عن سيرة الصحابة، عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، خد لهم غذاء للبدن وغذاء للقلب. يبقى شكلك جميل قوي 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 انت داخل كده، بتبقى حاجة حلوة قوي ولمحة جميلة، وبتدي الانطباع للناس من اول لحظة ان الانسان ده انسان ذوق جدا جدا وما شاء الله وعنده احساس عالي كده، وداخل بكل ادب وبكل هدوء كده، السلام عليكم، بيخبط على الباب، ما يبقاش واقف في وشه للباب على طول كده بحيث الباب يتفتح يلاقوا ده في وشه، لا يخبط كده وياخد جنبه ويدي جنبه للباب ويبعد شويه عن مات الشقه، ولما يتفتح الباب السلام عليكم، ده منزل الحاج فلان، ما يقولش ده منزل الاخت فلانه. ما ينفعش يخش يقول ده منزل الاخت اللي هو رايح لها، مثلا اسمها منى ولا ايه ما يقولش دي منزل الاخت منى، لا، انما والدها مثلا اسمه الحاج احمد مثلا او الاستاذ احمد، السلام عليكم ده منزل الاستاذ احمد او ده منزل الحاج احمد مثلا. والله طيب انا فلان الفلاني اللي كنت يعني في موعد النهارده، جزاكم الله خيرا، اهلا وسهلا يا ابني اتفضل. يوم داخل يسلم على الاب ويسلم على اولاده الشباب ويخش يقعد في المكان ما شاء الله بكل ادب وبكل احترام وغاضة بصر، وهو داخل الشقه ما يخشش بقى يقعد يبص يمين وشمال، لا داخل بكل ادب، ما اداب الزياره بقى الجميله الاسلاميه اللي علمها لنا حبيبنا وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. دخل وقعد في غرفة الصالون او في الانتريه حسب ما يقعدوه، ولما يقعد يا ريت يكون حريص جدا ان هم حتى لو قعدوه في حته غلط لا ينتقل هو الحته صح باذنهم. ازاي؟ ممكن يقعدوه في المكان ده كاشف كل اهل البيت، فهو يستأذن من الوالد او من الاخ يقول له بعد اذن حضرتك ممكن تقعدني في مكان ما كونش كاشف فيه اهل البيت. هو الراجل هيحترمك جدا، بس مش عايزين تكلف، عايزين برضو تخليك على طبيعتك، لكن في نفس الوقت يكون في ادب. تقول له بعد اذن حضرتك ممكن اقعد في مكان ما اكونش بس يعني شايف البيت وكده عشان بس ما يجص وكده، فهيقعدك في مكان مد ظهرك للريسبشن وانت قاعد معاه وبتتكلم معاه وبتدردش معاه، مش هتستنى بقى لحد ما الاخت تخش عشان تبتدي تبتسم وتتكلم، لا اقعد اتكلم مع والدها واقعد اتكلم مع اخوك، خليك طبيعي جدا، لا تتكلف، ما تقعدش تتصنع ان انت انسان ما شاء الله عابد وان انت زاهد وان انت بتغض بصرك وان صوتك هادي وان اخلاقك طيبه. خليك على طبيعتك، خليك على طبيعتك جدا، واقعد اتكلم معاهم ودردش معاهم، وبعد ما تتكلم معاهم لمده 10 دقائق 5 دقائق، برضو نصيحه لاهل الفتاه انه ما يقعدوش يتكلموا معاه 3 ساعات لحد ما هو نفسه يخلص وبعد كده يقولوا للاخت اتفضلي بقى، هيكون هو نام، يعني الزبون هيكون نام مننا كده، مش يعني مش هيقدر ينطق ولا كلمه، هيكون يعني خلاص يعني محتاج يروح بقى البيت عشان يعني يمون ياكل ويستريح شويه. لا احنا برضو ايه ربع ساعة ولا حاجة او 10 دقايق ونخلي الاخت تدخل. هتدخل الاخت بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني خلع القفازين الجوانتيات زي ما بيقولوا يعني، وكشف وشها اذا كانت منتقبة او اذا كانت مختمرة، خلاص هي كده كده وشها يعني مكشوف، وهتخش السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتقعد بجوار محرم من محارمها في مواجهه الاخ في وشه على طول، مش هتقعد على جنب بقى بحيث ان هو بيتكلم مع والدها شويه ويبص لها شويه، لا هي تبقى قاعده في وشه مباشره ويبتدوا يدردشوا. طيب
زي ما قلت لحضرتك نصيحة تانية برضو. يبقى النصيحة الأولى اوعى تخش ايدك فاضية. النصيحة التانية ان انت برضو تراعي آداب الزيارة الجميلة. كمان لما تروح كمان يعني يا ريت برضو، معلش هي امور بسيطة وحاجات دقيقة عشان ما تقولوش يعني الحلقة كلها تضيع في النقطة دي. ده لو ضاعت في النقطة دي كلها ما تبقاش ضاعت. يبقى استثمرنا الحلقة، لان بنقول عن ذوقيات محتاجين ان احنا فعلا ننبه عليها. ان هو كمان لما يروح يتعمد ان هو يروح في اوقات مناسبة. مش هيروح مثلا يخطب بعد صلاة الفجر يعني واخد بال حضرتك، ومش هيروح يخطب مثلا في وقت الغداء، ومش هيتعمد يروح في وقت عشاء. لا، يكون ذوقياته عالية. الناس بتتغدى امتى؟ والله بيتغدوا مثلا الساعة 3 الظهرية العصرية 4 العصرية، خلاص يروح لهم ما بين المغرب والعشاء، او يروح لهم قبل ما يتعشوا، مش في وقت عشاء يعني، يروح لهم بعد صلاة العشاء، يصلي العشاء في اقرب مسجد جنب البيت، ويطلع ويجلس مع والدها او اخوها اي حد من محارمها، وبعد كده اخت وابتدوا يتكلموا. نصيحتي الثالثه، يا ريت تاخد معاك اختك او والدتك معاك في الزيارة الاولى بالذات. والدتك او اختك مش هتقعد معاكم، يعني مش هتقعد مع رجالة البيت ومعاك، لا، هي هتخش مباشرة. يعني انت اول ما تخبط السلام عليكم، ده منزل الحاج فلان، والله طب بعد اذن حضرتك يعني كان في موعد، اهلا وسهلا يا ابني، طب بعد اذن حضرتك يعني انا كان معايا والدتي، اهلا وسهلا، تتفضل تخش جوه في الغرفه اللي فيها الحريم او النساء. هتخش تقعد معاهم، هتعرف طباعهم وهتعرف اخلاقيات الفتاه من قبل ما انت تشوفها. والام بقى خبره بقى، الله اكبر، واخد بالك. هتروح الام بقى، ويا ريت توصي الام بحاجتين. اول حاجه المعامله تكون هاديه قوي قوي، وتكون رقيقه جدا جدا، وبلاش الفحص الطبي بتاع القوات المسلحه اللي بيتعمل من بعض الامهات. ما تروحش معاها بندق بقى وتقول لها يا بنتي كسري لي البندق عشان اطمن على ده سيناريك ولا مش طقم اسنان، وبعدين ما تشد شعرها عشان تشوف دعيره ولا كده يعني، وبعدين ما تخبطش، مش يعني ايه يعني بلاش الكشف الطبي بتاع القوات المسلحه. يعني ايه، تروح جلسه كده خفيفه، وتكون خفيفه الظل، وتكون يعني تحس انها نسمه قاعده في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. هتبتدي تشوف البنت بلبس البيت، هتعرف تفاصيل انت نفسك تعرفها، نفسك تعرف هي شكلها ايه، عفوا عودها ايه، اخلاقياتها ايه، اسلوبها ايه، لبسها في بيتها ايه، اوضتها شكلها ايه، منظمه ولا مش منظمه. طبعا ما يبقاش المساله مفاجاه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تتفق من الاول يا جماعه ان شاء الله عفوا ان شاء الله انا جاي، وبعد اذنكم استاذن حضراتكم ان انا جاي ومعايا والدتي، عشان ما تجيش انت رايح البيت ويكون يا عيني غرفة الفتاة مش متظبطة، فتيجي مرة واحدة تلاقي والدتك قدامها تتخض ويحصل عندهم مشكلة ويحصل ضرب في البيت. لا، عايزين برضو من مراعاة الذوقيات. السلام عليكم يا عمي، ازي حضرتك، استاذن حضرتك، كنت اتمنى اجي اتشرف بمعرفة حضرتك اولا، ثم برؤية بنت حضرتك، جزاك الله خيرا، واستأذن حضرتك لو سمحت لي هتكون والدتي معايا او اختي، ده اذا اتى حضرتك. شوف الاسلوب، اسلوب جميل يفتح نفس الناس ان هم يستقبلوا هذا الشاب ويقولوا يا اهلا ويا ميت اهلا وسهلا لهذا الشاب الطيب الفاضل. هيخش هذا الشاب، وصل البيت بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا، وجلس، ودخلت الاخت بفضل الله سبحانه وتعالى وبدأ يتكلم معاهم. طيب